السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهاردة، مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهاردة في موضوع جديد عن الاسنان المنتمرة بيسموها، او الاسنان المغمورة، او بتسمى الامباكت تيس مصطلحها بالانجليزي يعني، او المصطلح الطبي بتاعها امباكت تيس، اللي هي الاسنان اللي بتبقى ايه، مغروسة في اللثة وما بتطلعش. بمعنى ايه؟ معاك سنه مثلا المفروض كانت تطلع او ضرس، وفي اللثه قعدت موجوده وما طلعتش، كده احنا بنسميها سنه ايه، منتمره. او بتسمى برضو بطريقه تانية، لو كانت السنه في جزء منها بس طلع وباقي الجزء لسه موجود كله في اللثه، برضو تعتبر كانها سنه منتمره. برضو دي من المشاكل الشائعه جدا في امراض الاسنان، ودايما بتصيب عندي ضرس العقل. في الغالب بتلاقي امباكتد ايه، في الاربعه اللي هم بيكونوا ضروس العقل، الاتنين فوق والاتنين اللي تحت. وفي الغالب عشان تكون عارف، بيكون سبب الأسنان المنتمر ده هو ازدحام الفك، ومفيش مساحة كافية إن السن أو الضرس ده يطلع، فبيضطر إن هو إيه، تلقاه مغروس ما بيطلعش خالص. في حالات ضرس العقل بيطلع ساعات بميلة من تحت، لما بتيجي بيعملوا فتح جراحي وبيشق الدكتور، بيفتح اللثة كده، بيطلعوا إيه، بتلاقيه مثلا نايم أصلا كده، بطريقة مش الطريقة الطبيعية اللي هو إيه بيطلع بيها. طب ايه يا دكتور مشكلة الضرس ده اصلا؟ بيعمل ايه هو ضرس العقل لما بيطلعش، او اي ضرس؟ مشكلته ان هو بيعمل تورم في اللثة، وبيعمل رائحة فم كريهة. وطالما تورم هيكون في ألم طبعا، وهيكون في برضو بتبدأ ان يحصل تورم في الغدد الليمفاوية الموجودة في الرقبة. وفي الغالب طبعا لو في سن او ضرس حاجه زي كده، بتضطر انك انت لازم تروح للدكتور عشان يفتحه. بس لما تحس ان في مشاكل منه، ممكن اقول لك هتسيبه لو كان مثلا ما فيش مشكله منه. بس انت عارف، على كل الاحوال لازم لما يكون في ضرس زي كده مساره مش طبيعي، بتروح للدكتور بيعمل لك اشعه، بيشوف هو ايه المسار او ايه السلوك الطبيعي المفروض يمشي معاه عشان تبقى ماشي صح. هتكبر دماغك، هتحصل لك مشاكل فيما بعد، ممكن لحاجات تقول اه خلاص، ما انا عندي سن حاسس صح، ما طلعش السن الاخير هنا، بس هو كده كده مش عامل لي مشاكل. ماشي، هو طالما مش عامل لك مشاكل هقول لك ممكن تقعد عادي، بس انت الافضل يعني ايه، خلي الدكتور برضو يبص عليه عشان يديك الايه، الكلمه الاكيده. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.